تاني نقطة عندنا في الفقرة هي تفاعل الفنانين والفنانات على ألبوم أبي يوسف الجديد. عندنا تفاعل رقم 1. في تسييف عمر بدون بريق شمس لا تضيء بمن تستغيث للأسف ما فيش اللي بيمثلهم أنا مش بصدق. وعندنا تفاعل رقم 2. على الفوز يمكن الدنيا ما كانتش مستعد كل ده ملوش لازمة بجد مش فاهم. بادئ زبد أنا حابب أوجه رسالة للهيترز الذين ينتظرون سقوطي وأقول لهم الألبوم بتاع أبي يوسف عظمة. أنا حابب أتكلم عن رابرز تاني underrated وهو الجوكر، لأن الجوكر عنده تكنيك إن هو ما بيقعش على البيت مرة واحدة، بيقع على البيت مرتين، فبينزل على البيت المرة التالتة، فهو تقريبا راكب البيت، بس هو عشان ايه وقع على البيت مرتين فبيركب البيت. نقطة تحسب له وأحب أودي له كريدت. تحقيق أبو يوسف بعد الفاصل الإعلاني، يعني هنحلله بعد الفاصل الإعلاني. رابع حاجة احنا هناخد ديس الترك. فأنا بالنسبة لي يعني مش سمعت الديس ده، يعني أنا بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي إن هو إيه الديس ده كان ممكن يتبعت واتس صغير يعني عادي ما فيهاش أي مشكلة. كان ترك يبعتها لأنوار على الواتس، كان برضه هتبقى نفس المفعول، متهيألي هتبقى أفخم كمان. بس عشان أكون محايد يعني في حبة حاجات عجبتني في التراك.